اتفاقات التعاون مع فرنسا على الصعيد العسكري. كيف تقيمون هذه الخطوة وما استتبعته من نتائج على الأرض؟ أود بداية أن أصحح، نحن لم نتخلى عن التعاون مع فرنسا. دعونا نقول فرنسا أو القادة الفرنسيون هم الذين أرادوا أن يفرضوا على بلدنا ما ينبغي القيام به، ما ينبغي أن نفكر به، وما ينبغي أن نقوله. لكن قلنا لهم بأن هذا العصر وهذا الوقت قد ولى، إننا نحن من يختار والشعب من يختار، نحن من يختار شركاءنا. نحن طبعا نقول لا نختار الجيران، لكن يمكن اختيار الأصدقاء. الفرنسيون قرروا لأن هناك حكومة لا تروق لهم بعد تعيين رئيس جديد ورئيس وزراء جديد، قرروا أن يغادروا. قلنا لهم ذاك خياركم. إذن أريد أن أصحح هذه الصورة، هم من أرادوا المغادرة وكانوا يعتقدون أننا سنتوسل إليهم كان يبقوا. لكنكم أنتم أيضا تخليتم عن هذه الاتفاقات، أعلنتم ذلك. نعم، عندما تريدون المغادرة وتقررون المغادرة، وإذا لم نقم بإخطار وسائل الإعلام فهذا يسمى بمغادرة من جانب واحد. إذا نحن قمنا فقط بالوصول إلى النتائج الضرورية. الخروج الفرنسي من مالي، ما كانت نتائجه؟ وربما تدركون نحن قمنا بتحليل موضوعي للوضع بطريقة شاملة وطريقة موضوعية، ووصلنا إلى خلاصات. الإرهاب كان موجودا في شمال البلاد عندما طلبت السلطات المالية مساعدة فرنسا في ذلك الوقت. فرانسوا أولاند في ذلك الوقت قرر بأن التدخل الفرنسي لديه 3 أهداف: هزم الإرهاب وتقوية واستعادة سلطة الدولة وأيضا تطبيق الدستور. إذا أعتقد أن ما تم القيام به والاتفاقيات التي عقدت بها في ذلك المجهودات التي تم القيام بها في ذلك القطار، أعتقد أن في السابق رأينا الاستحواذ على مساحات شاسعة من مالي، وأيضا لم يتم بسط سلطة مالي على كافة التراب المالي، وهذا ما تم الحديث بشأنه في البداية. في أحد المناطق قررت فرنسا عدم تدخل الماليين، وهذا ما سمح للإرهاب بالتمدد وبالاستقرار. إذن لم يتم هزامة الإرهاب، لم تستعد الدولة سلطتها بالكامل، وقرارات الأمم المتحدة لم تطبق. هذا من جهة. من جهة أخرى لدينا معلومات دقيقة بأن هناك بعض الإرهابيين كانوا على تواصل مع فرنسا. لدينا المعلومات والأدلة. الشيء الثالث، نظرنا في مختلف مناطق العالم وما يسمى بالمجتمع الدولي، لم نرى إحلال الأمن والسلام في الكثير من البلدان. أتيت على ذكر مثال في آسيا، وبعد 20 سنة غادرت القوى الأجنبية، وفي مالي الكثير من الضباط كانوا على الأرض وكانوا يسعون لبناء البلد، وكانوا يحاولون تغيير الوضع على الأرض. إذن الأولوية إحلال الأمن والسلام، ومن ثم يمكن المرور للانتخابات. الفرنسيون قالوا سيغادرون فسمحنا لهم بالمغادرة، ونحن نريد اختيار شريك يعتمد عليه ولا يقوم وهذا بالابتزاز. الشريك الذي تتحدث عنه سيد شوغال، هذا الشريك الجديد الذي تتحدث عنه هو روسيا، أليس كذلك؟
نعم، هذا شريك معروف روسيا، لكن روسيا ليست الشريك الوحيد. مم. الفرنسيون يتحدثون بشكل كبير عن روسيا. نقول بأننا شركاء مع الجميع، ولدينا 3 مبادئ في هذا الخصوص. أول شيء، ينبغي احترام سيادتنا، لا يمكن أن تفرض على أي إملاءات في هذا الصدد. الشيء الثاني، ينبغي أن يكون لمالي الخيار الحر، وفي كل عمل مم. ينبغي أن نطرح سؤال: ما هو أو ما هي مصلحة لكن الشعب المالي؟ سيد شوغيل، الآن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبديان قلقا من تزايد انتشار مجموعة فاغنر الروسية في مالي. هل هذا القلق مشروع باعتقادك؟ هذه الانشغالات ليست مشروعة. أولويتنا نحن هي إحلال الأمن والسلام في مالي. في السابق كان يتم الاعتداء على الماليين بالمئات، ولا يمكن أن نسمع ما يأتي من الخارج. إذن الشعب والجيش يقتل لفترة طويلة، وعندما نقوم بشراء طائرة لنقل الجيش ونقوم أيضا أعمال الصيانة لمدة سنة ويتم قتل جنودنا ولا نتوصل بأي دعم، إذن هذا طبعا غير مقبول. لا يمكن أن نشتري معدات، لا يمكن أن نشتري طائرات حقيقية كي يمكن استخدامها في المعارك. إذا تم وقف كل شيء. ما الذي علينا أن نقوم به في هذا الصدد وفي هذا الخصوص؟ نحن اتجهنا للعمل مع أولئك الذين لا يخضعون إلى الضغط. إذا خلال سنة تمكن جيشنا من القيام بما لا يتمكن القيام به خلال 30 سنة، وذلك بفضل العمل والتعاون مع الروسي. تغيرت الكثير من الأمور بفضل التعاون مع روسيا وشركاء طيب، آخرين كالصين وتركيا وما إلى ذلك. إذا نحن نقول الأولوية هي شعبنا، وعلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نحن نسمع ما يقولون ونتحدث معهم. تحدثت مع السفراء بلدانهم الموجودين في مالي، قلنا لهم هذه الأمور وشرحنا لهم وجهة نظر. قلنا لهم بأن هناك دول تقوم بالضغط داخل الاتحاد الأوروبي وداخل أروقة الأمم المتحدة من أجل إلقاء العسير في الدواليب. هذا هو الهدف. طيب، ولكن سيد رئيس الوزراء، هذا التعاون مع روسيا ما الذي أثمر حتى الآن، لا سيما على الصعيد الأمني في مالي؟ النتائج طبعا أتيت على ذكرها. الصورة الأمنية تغيرت على الأرض. قبل التعاون مع روسيا كان يتم إبادة وقتل مناطق بأكملها. كما تعرفون الإسلام هي الديانة المنتشرة والديانة السائدة حوالي 95%. إذن كان يتم قتل مسلمين يصلون. الماليون لا يمكنهم أن يقوم بهذا. كان يتم قتل ناس عز الأبرياء، كان يتم استهداف أيضا قواعد عسكرية في الصحراء، قواعد مولد بأموال من الخارج حتى. إذن هذا هو الوضع، وكان على الجنود الخروج من المعسكرات للبحث عن الماء خارج المعسكرات. كما قلت، اليوم لدينا طائرات، لدينا أيضا هليكوبترات، لدينا طائرات من دون طيار، لدينا أيضا طائرات للشحن والنقل. الآن لسنا بحاجة بتدخل أي بلد آخر. إذا نحن نطلب فقط احترام سيادتنا، لا نريد أن طيب، يقتل شعبنا. ولكن سيد رئيس الوزراء، الآن هناك مواجهة معروفة في العالم كله بين الغرب وروسيا. ألا تخشون في إطار هذه المواجهة بسبب تقاربكم مع روسيا من أن تعانوا من عزلة دولية؟
ربما تعلمون أن هناك حوار جيوسياسي، ولا نريد أن ندخل في هذه الجدليات. نحن نريد أن نحل المشاكل التي تحدثنا بشأنها، نريد فقط منح الحياة لشعبنا، لا نريد أن نتحدث بأشياء أخرى. إذا نحن نعمل على حل المشاكل مع روسيا. الآخرون كانوا ينظرون ويرون شعبنا يقتل، والآن شعبنا يريد أن يكون حريا، أن يتمتع بالسيادة. هذه الحوارات الجيوسياسية. روسيا لا تحتاج لمالي، روسيا يمكنها أن تدافع عن نفسها بمفردها، لا تحتاج لنا روسيا. إذا نحن لا نريد أن نخوض ولا نريد أن يجر مالي في هذه الأمور التي لا تخصنا. نحن نعمل على الدفاع عن المبادئ التي لنا قناعة بشأنها. إذا كما رأينا هناك جهات قامت بدور ضغط في المؤسسات الدولية. إذن الآن روسيا على العكس من ذلك تدافع عن مصالحنا، وقمنا بهذا الخيار ونحن نقف أمام هذا الخيار. السلطات الفرنسية الآن تتهمكم بأنكم تقومون بالتحريض على الدور الفرنسي في إفريقيا، كيف تردون على هذا الاتهام؟ في الحقيقة نحن نبحث ونطمح لحل مشاكلنا، ليست لدينا أي مشاكل مع الشعب الفرنسي. كما تعلمون في فرنسا بعد الجالية الجزائرية، الجالية الأهم في المركز الثاني هي الجالية المالية، وعلى السلطات الفرنسية أن تنظر إلى هذا الأمر. إذن معظم الماليون يدركون بأن هناك شراكة ما بين شعوب، على الشعوب الأخرى والدول الأخرى أن تنظر إلى ما قمنا به نحن. إذا ما كان هذا مصدر إلهام فهذا طبعا يعود لهم. نأخذ مثال كبوركينا فاسو في السابق، كان الوضع مختلف. لماذا حدث الانقلاب؟ السؤال الذي يطرح دائما باستمرار هو الإرهاب الذي يقوض حياة الناس. إذا ليس هناك رفض للديمقراطية، لكن هناك رفض للإملاءات. الشعب يريد أن يعيش، أن يأكل، أن يحظى بالخدمات الطبية والصحية. إذا ليس هناك إملاءات من الفوق، إملاءات من الأعلى. هذه الشعوب أمضت فترة طويلة تحت هذه الظروف الصعبة ولا يمكنها أن تستمر. الآن رأينا التغيير في هذه الدول، نحن قطعنا مع هذا العهد السابق. لكن الدول تحتاج إلى علاقات متعددة حتى تزدهر وتتقدم. لا أعتقد أن كثير من الدول توافق على هذه النظرة التي تتحدث عنها بضرورة يعني وضع ديمقراطية جانبا. ما من بلد في العالم، ما من قائد في العالم يمكنه أن يضع أي شيء كأولوية عدا عن أولويات الشعب. عدا هذه الأمور نحن أصدقاء للجميع، حتى مع الفرنسيين. الفرنسيون هم الذين اتخذوا هذه القرارات وقاموا بهذه الخيارات، وينبغي أن يكون هناك تفهم لما يحدث في أفريقيا، ما يحدث في الدول الإفريقية. إذن كانت هناك الكثير من الأمور، السفراء يتدخلون في شؤوننا ومسؤولين يتدخلون في أمورنا الداخلية. إذن هذا شيء غير مقبول. وهناك صحفيين مثلا خرجوا من مالي نظرا لانتهاء صلاحية بطاقتهم الصحفية، ولكن تم إثارة أخبار غير حقيقية وغير واقعية. إذن بلد يتصرف بهذه الطريقة تجاه مالي نطلب منه أن يتوقف. نحن نتحدث عن السلطات الفرنسية وليس عن الشعب الفرنسي. على السلطات الفرنسية أن تغير من البرمجية التي تستخدمها، من النظام الذي تستخدمه في التعامل مع هذه الشعوب. إن الناس الذين يقودون إفريقيا الآن كانوا بنفس المدارس، بنفس المستوى. إذن هناك دول استعمرت
استعمرت في فترة قصيرة خلال 6 أشهر، لكن نحن تم استعمارنا لفترة طويلة 30 سنة. إذن هذا شيء غير مقبول من قبل الشعوب، وبعد كل طيب، هذا يجب تغيير طريقة العمل، ينبغي تغيير القادة أيضا. أولئك الذين هم على رأس مالي الآن لم يأتوا من الفضاء، هم أشخاص يعملون سيد من شوغيل، أجل شعبهم. سيد شوغيل، تحدثت عن الجالية المالية في الجزائر، وهذا يقودنا ربما إلى السؤال عن الرعاية من مالي الذين خرجوا من